I have to say thank you for the, for work for the big club like you that you are. بقول لك انت شكرا انك سددت فلوس من الشهر الجماعي هذه مبيعات جديده نادي اجيال البلاد بنقعد نشتري في لعيبه طلع ملايين هو ليه دور كبير جدا جدا. وفر للنادي خزينه النادي ملايين الجنيهات. نادي الزمالك او اي نادي لما يجيب راجل على مستواه الاحترافي وجايب المدرسه البرازيليه اللي هي اللعب النظيف الجميل اللي هو بيلعبوا الزمالك والاسماعيلي. عندنا امل كبير ان شاء الله باذن الله انك تطلع لنا اجيال ولاد صغيرين كتير. خاصه الاكاديميات دي اولا مكسب معنوي. انا بطلع اسماء كتير مكسب مادي بس مش مشكله مكسب مادي عشان ما تطلعش. هو زي ما انا بقول لك هو النادي لي انا خد بالك انه هو معاه مجموعه من اولاد النادي بيشتغلوا معاه. هو طبعا عارف نادي الزمالك نادي كبير. كان في فبراير سنه 2002 كان النادي الاول العالم واحسن نادي في العالم في فبراير 2002. قبل نكسه 2005 عندنا نكسه 2005 لما اتحل المجلس قعدنا في النكسه دي 9 سنين زي بالظبط فكرنا زي نكسه 25 يناير. خد بالك احنا طبعا بنتمنى له كمان يكون طبعا عنده في مكان كويس جميل واي مشكله عنده يبلغني انا شخصيا يقول لي عليها. واحنا الشعب المصري هو طبعا بقول لك دلوقتي مش هقول التقييم ده كله. الشعب المصري بيحب الشعب البرازيلي بيحب الكره البرازيليه وطبعا بيليه اللي هو ابن فضيلته دي ورمز للرياضه كلها في العالم. قول له اي حاجه قول له فبراير 2002 Bring a lot for the club, but you have to hold in one shot. I want Zamala shot with my name and your name. كل الناس هنا بترحب بيه مش انا بس كرئيس نادي. هنلاقي كل تعاون واخلاص وهو من حسن حظه ومن حسن الفاعل الملاعب الخمسه وشاف الملاعب. انا عايز دلوقتي الاخوه الاهلاويين يشوفوا الملاعب اللي تزعل فيها. ما انا اقول بس اتفضلوا يتصوروا. وده الملاعب دي اول حاجه يعني عشان اسمعني. عايز اقول ان الملاعب دي اول مقوله هذا المجلس يعني انه المبنى الاجتماعي ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي هنبتدي نشتغل فيه. نقول على احدث طراز 6 اكتوبر رخصه طلعت ان شاء الله 10 ايام هنفتح باب الرياضات فيها. النهارده بنتفق مع الاخوه بتوع حمامات السباحه هنعمل حمامين سباحه قدام. المكان اللي ورا دوت كان مكان برضه بنعمل حمامين سباحه فيه. بنشوف الطفره الانشائيه اللي بتتعمل. جميع اعضاء النادي دي هتبقى بالترتان نجيله جايه من هولندا. جميع اعمده النور دي اتشالت خلاص جايبين اعمده زي فيلا المارينا كده بالظبط. الكراسي والترابيزات عايز اقول ان الارضات دي كلها تيجي فيها رخام بعد 10 ايام ان شاء الله. ده النادي اللي كان مفلس لما احنا مستلمينه مدينه 306 مليون وخزنت فيها 6 جنيه. ده كله لان المجلس اللي موجود بيتعاون مع بعضه. ما عندناش حد اهدر 306 مليون وعايز يرجع تاني مش عارف عايز يرجع بمناسبه ايه. ده هيروح محكمه الجنايات. الاكاذيب اللي اطلقها في القناه عند الاخ احمد شوبير وقال لك مش عارف ابنه ضحك على ابنه. مش
مش عارف اجيب منه ايه، ده راجل اهبل طبعا. وعايز اقول له يا ابني انا هوديك مستشفى. واضح ان فعلا ولادك لما طلب يعملوا عليك حاجه، ابني ضحك على ابنك فين؟ تهبل؟ لا ابني يشتريك انت وابنك. لكن عايز اقول للاعلام خاصه الاعلام الزملكاوي انك هزيم من هذا الامر، لانه في الوقت اللي النادي الاهلي اختلق مشكله من غير مشكله في موضوع لجنه الانديه، انا بسال سؤال، هي الخناقه عشان لجنه الانديه والهبوط؟